والنهارده معانا 3 أشخاص بيلعبوا رياضات مختلفة، ولكن اجتمعوا على إن هم عاوزين يتشقلبوا، وأول حركة هيلعبوها معانا وهي حركة الباك دايف، تفتكروا هيقدروا يعملوها والّا لأ؟ وحاولوا بقى تركزوا معايا في الخطوات اللي أنا هاعملها دي عشان لو عاوزين تعملوا الحركة دي، ودي أول خطوة بنعملها في الحركة، إن إحنا بنسند ضهرنا على الحيطة وبنرمي بالشكل ده، وكلهم عملوها كويسة جدًا ما شاء الله. نيجي بقى لتاني خطوة وهي الهاند ستاند ولازم نرمي منها بالشكل ده بالضبط، ولازم حد يساعدكم يا جماعة في الحركات دي ويبقى واقف جنبيكم. والأهم من كل ده إن لازم يكون في مرتبة، ما حدش يعملها على الأرض direct. وهنا هوندا عمل الحركة كويسة جدًا. نخش على تاني واحد رشاد وهو كويس جدًا، ولكن كان عنده مشكلة صغيرة إن هو بيزق بإيده بدري شوية، ولكن مع الوقت ابتدى يضبطها وعملها تحفة جدًا ما شاء الله. نخش بقى على تالت واحدة وهي يمنى، وهي كانت عملت الحركة دي قبل كده، فعملتها من أول مرة كويسة جدًا ما شاء الله. ونيجي بقى لتالت خطوة وهي أصعب واحدة، ولازم يكون معاك فيها القبة بالشكل ده. وهنبتدي نرفع رجلينا على الحيطة بالشكل ده، بعد كده نجمّع رجلينا ونعمل الخطوة التانية اللي إحنا عملناها من شوية. نيجي لأول واحد هوندا معانا وبيعمل الخطوات اللي إحنا لسه بنقول عليها، ولكن هنا كان مستغل الpower بتاعه أكتر من الليونة، فالموضوع هنا أهوّة مش عاوز عافية خالص، ولا عاوز استعجال في نفس الوقت، عاوزك إن أنت تفهم الحركة إمتى هتزُق، وإمتى هتنزل برجلك عشان تعملها صح، زي كده بالضبط. ونخش على تاني واحدة وهي يمنى وعملتها من أول مرة كويسة جدًا برضه ما شاء الله. بعد كده نخش على تالت واحد وهو رشاد، وما شاء الله على رشاد هو مدرب calisthenics في الأساس، فالموضوع معاه إلى حدٍ ما سهل، ولكن عايز يفهم ينزّل رجله إمتى عشان يعرف يعملها صح، ومن تاني مرّة عملها صح ما شاء الله. وبعد ما عملنا ال3 خطوات اللي فاتوا كلّهم، نبتدي بقى نخش على الحركة، وفي الأول بنعملها على الهادي خالص لحد ما الشخص اللي قدّامنا بيفهم الحركة ويفهم شكل جسمه هيلِف إزاي في الهوا، ومرّة ورا التانية بنبتدي نسرّع الحركة لحد ما يرمي بسرعة بالشكل ده. بعد كده نخش على تاني واحد وهو رشاد، وبرضه ابتديت أنفّذ معاه نفس الخطوات، وإن هو يلعب الحركة على الهادي خالص عشان يفهم شكل جسمه برضه هيعمل إيه في الحركة. ودي معلومة ليكم لو حبيتوا تعملوا الحركة مع أي حد من صحابكم، لازم تعملوها على الهادي كده أهوّة، ومرّة ورا التانية بنبتدي نسرّع الحركة عشان الشخص اللي قدّامنا يفهم الحركة هتمشي إزاي. وما شاء الله على رشاد، هو أكتر واحد فيهم ادّى power في الحركة، ويعتبر من أول يوم عمل الحركة لوحده زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله عليه، ومرّة ورا التانية ابتديت أبعد عنه خالص وعملها لوحده تمامًا. ونخش بقى على آخر واحد وهو هوندا، وزي ما أنتم شايفين أنا حجمي قد إيه جنبه، وما كنتش خايف منه خالص. وعايزكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات تفتكروا هوندا بيلعب رياضة إيه؟ وهاسهّلها عليكم، هو بيشيل أوزان، أوزان اللي هي أوزان، فاهمين؟ مش الأوزان اللي هي الأوزان العادية. أنتم فاهمين حاجة والّا إيه؟ أنا حاولت أسهّلها عليكم بس بطريقة غير مباشرة. المهم بقى نرجع للحركة من تاني، وهنا أهوّة ابتديت أشتغل معاه بنفس الطريقة اللي اشتغلتها مع الناس التانية، ولكن الموضوع كان معاصلك شويتين في الحتة اللي جاية اللي هنسرّع فيها. الموضوع ما كانش مفهوم أوي بالنسبة له، وكان بيطلع رجل ورجل، وكان وشي هيطير معاه، ولكن الحمد لله ربنا ستر، ولكن مع التكرار ضبط الحركة إلى حدٍ ما في أول session. وبس كده، الحمد لله التمرينة تمت، واللي عاوز يعرف تفاصيل عن التمرين هيبعت لي مسج على الإنستجرام أو الفيسبوك. سلام.